مساء الخير. النهاردة هنعمل مخبوزات نباتية طلعة رائعة بدون حليب بدون بيض، وطلعة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. طعمها حلو قوي للفطار او للعشاء، بجد حاجة تحفة. اتمنى تضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. اول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة سكر، وهضيف عليها نص معلقة خميرة بيرة. لو مش عندك الخميرة البيرة بتستخدمي الخميرة الفورية الجافة. وهبدأ أدوبها كده، أنا بدوبها كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أركنها على جنب. هبدأ أجيب الطبق اللي هعجن فيه، وهجيب معايا 600 جرام من الدقيق، هبدأ أنخله. كمان لو مش عارفة يعني 600 جرام ازاي قد ايه، هتلاقيهم في صندوق الوصف بالكوباية، السهم اللي تحت الفيديو تضغطي عليه هتلاقي المقادير، وهتلاقيها بالكوباية برضو. انا نخلتهم كده كويس. هبدأ اضيف عليهم ربع معلقة ملح، معلقة سكر، وهجيب البيكنج باودر، هاخد ربع معلقة بيكنج باودر. وهبدأ كده بالمعلقة اقلبهم كده مع بعض مع الدقيق، وزعهم كويس كده. وهبدأ اضيف عليهم نص كوب من زيت الذرة، ده نص كوب هبدأ اضيفه. وهبدأ ابس الزيت في الدقيق بايديا كويس، لازم انا اوزع الزيت حلو قوي في الدقيق. انا بوزعه كده كويس في كل الدقيق. بجد وصفة حلوة قوي وناجحة، اتمنى تجربيها وتعمليها، وبعد كده تقولي لي رأيك في التعليقات بعد ما تعمليها. على طول هبدأ كده اضيف المية بالخميرة، هبدأ اضيفها وابدأ اعجن. طبعا هحتاج مية تانية في نفس الكوباية بضيف فيها المية الدافية واكمل باقي العجن. بصوا كده انا خلاص بدأت تلم معايا. طبعا ما تضيفيش المية كلها، تضيفي شوية بشوية. بعد كوباية المية بالخميرة بتضيف المية شوية بشوية. انا ببدأ اعجن فيها كده، خلاص كده قربت تتعجن معايا. بتعجنيها كده لمدة 10 دقايق. انا خلاص كده اتعجنت معايا كويس زي ما انتوا شايفين. هبدأ اغطيها بالاول، هدهنها دهنة كده من الزيت، وبعد كده هغطيها. وهجيب فوطة او كبرت علشان تسرع من الاختمار. هغطيها واسيبها كده ساعة وهرجع لكم. طول ما انتي مغطيها كويس هتاخد منك ساعة بس. تغطيها وتحطيها كده في مكان دافي، هتلاقيها اختمرت معاكي بكل سهولة. ببدأ افضيها كده، وهبدأ اشكلها لكور. انا بقطعها لكور كده، وكل كورة ببدأ الفها كده واديها شكل كورة مظبوط، علشان تساعدني في شكل المخبوزات بتاعتنا ان هي تكون شكلها حلو، وما تكونش بصي لازم تلفيها كويس كده زي ما شفتها في اول الفيديو. بتبقى طالعة شكلها مظبوط. تشكيلها سهل خالص هتشوفوه دلوقتي. ببدأ كده اقطع لكور والفها بين ايديا كده، واحطها طبعا تحت كيس البلاستيك علشان ما تنشفش مني. بحاول كده اخلي ايديا كلهم نفس المقاس، وابدأ الف الكورة معايا كده. وهبدأ اخلص كده كل الكمية عملتها بنفس النظام. هبدأ اغطيهم كده يرتاحوا بس دقايق لما ادهن الصواني. طبعا هو الكمية دي هتعمل لي صينيتين، فانا بدهنهم كده واجهزهم معايا عشان التشكيل سهل خالص. انا هبدأ كده اخد من اول واحدة عملتها، بتكون يعني مختمرة وكده، وهبدأ بطة خفيفة خالص وبسبع ايديا. ما انا قلت لكم ان التشكيل سهل خالص. وبتلفيها كده، بتلفيها كده على ايديكي.
بس خلاص كده، يعني مفيش ايه اسهل من كده. ببدأ اجيب تاني من الاول اللي انا مقطعاه الاول اللي هو مختمر يعني، وهبدأ بسبع ايديا كده. هوريكي كمان كده طريقة اسرع كده. بصي، بتحط صوابعك الاتنين يعني صابعينك كده من وتقومي لفاها كده. بصي، فبتطلع معاكي الشكل ايه اظبط، يعني شوفي الشكل بيبقى مظبوط اكتر. يعني حاجة سهلة خالص بجد، سهلة جدا. وهبدأ اضيفها في الصينية طبعا انا دهناها. ببدأ كده بجد، طريقة سهلة خالص، وتشكيلها في منتهى السهولة بصبع ايدك، وتلفيها كده بصبعك الاتنين كده قصاد بعض كده. يعني ايه تشكيل في دقايق، يعني ايه في ثواني كمان مش دقايق. خلاص كده هبدأ اكمل الكمية كلها كده وارجع لكم. بصوا انا عملت الكمية كده صينيتين زي ما قلت لكم، دي الصينية الاولى، والتانية هجيبها دلوقتي علشان برضو هغطيها عشان اسيبها دي التانية. هبدأ برضو اغطيها عشان اسيبهم يختمروا كده لمدة ربع ساعة وارجع لكم. بصوا بعد ربع ساعة المخبوزات بتاعتك اتنفخت ازاي، او يعني هي دونتس بس دونتس مخبوز مش مقلي في الزيت طبعا، فطالع تحفة. ببدأ كده ايه هدهن بربع كوب مية ومعلقة سكر. ربع كوب مية ومعلقة سكر ودوبتهم مع بعض، وببدأ ادهن كده. حتى يعني ايه دهان المخبوزات بتاعنا بسيط وبيطلع لك نتيجة هتشوفيها دلوقتي. ببدأ ادهن كده. كمان هقولك على التسوية اللي بتنجح معاك المخبوزات النباتية، هقولك دلوقتي. هبدأ كده جبت سمسم وحبة البركة خلطتهم على بعض، وهبدأ أضيفهم عليها. ببدأ أضيف كده بجد مخبوزات، يعني دي أسهل طريقة، وكمان طريقة تشكيل مخبوزات الأطفال تحبها. ببدأ أضيف كده. الفرن دلوقتي أنا بسخنه دلوقتي، الفرن شغال بيكون سخن قبلها لمدة 10 دقايق، يكون سخن علشان المخبوزات بتدخل على فرن سخن في الدور الأرضي من الفرن. وعلى طول برفع عليه الشواية واغطي أول ما بيطلع كده علشان أحافظ على طراوته، أو بخة مية. بصوا بقى، أنا هوريكم الطراوة. بصوا أول ما بتغطيه وتسيبيه يبرد، بصي طراوة كده ايه مفيش بصراحة. بعد الدونتس هنخليها دونتس عشان الأطفال بتحب الدونتس، بس دي دونتس مخبوز في الفرن بس طالع تحفة. اسفنج بمعنى الكلمة، تسوية مظبوطة بجد، طالع جميل جدا. وعايزة تزوقيه زوقيه بكريزة عشان يعجب الأطفال. أتمنى تجربيه.